السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. يا حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحى سعيد عليكم وعلينا. السنة الجاية ان شاء الله كلنا نبقى واقفين على عرفة كده، يا رب يا رب جماعة. وكل اللي عنده حلم عايز يحققه يا رب يحققه، وكل أمنياتكم تتحقق. انا بقالي فتره كده مريحه عنكم شويه، والله بصوا الظروف بقى، وابني كان تعبان، فالحمد لله على اللي يجيبه ربنا. انا جيت لكم النهارده عشان بصوا ركزوا في اللي انا هقوله. هعمل لكم ريفيو عن برشام براند كاب. انا يا جماعه مش بعمل اعلان ولا بعمل اي حاجه، لان انا معرفش اصلا الشركه. انا لا اكتر اللي انا خدت البرشام عمل نتيجه فعاله عليا، فانا طلعت اعمل لكم عنه ريفيو عشان محدش يقول لي انت بتعملي اعلان. انا ما بعملش اعلانات لحد، انا بعمل عن تجربه شخصيه انا عملتها وجربتها. انا يا جماعه ده انا جبته كان يوم 28/5. قلت لا انا مش هطلع واعمل عليه ريفيو الا لما يخلص، وهطلع واقول لكم عمل ايه معايا، عمل او ما عملش، حلو ولا مش حلو، اعراضه ايه ومميزاته ايه. انا جربته خلاص، اصلا ما فيش الا شريط واحد اللي فاضل، اللي هو اصلا كمان متاخد منه حبايه. طبعا عايزه اقول لكم والله يعني انا هقول لكم العيوب وبعد كده هقول لكم المميزات. بس والله اللي انا هقوله لكم ده وحياة ربنا صدق، ما فيهوش اي كلمه ان الواحد بيعمل حاجه لحد. عايزه اقول لكم هي اول حاجه بس اعراضه، بس مش اكتر، يعني اول كام يوم كده صداع ودوخه ونرفزه وقله نوم شويه. دي الاعراض اللي كانت عندي. بصوا بقول لكم هنا ده كان اخر شريط، هو عباره والله ما فاكره 5 شرايط ولا 6، يعني هو في الرينج ده. فعايزه اقول لكم هو بس الصداع واللي انت ممكن تكوني دي الاعراض اللي كانت عندي. انا عندي اختي اخدته ما جاتلهاش الاعراض ديت، انا جات لي الاعراض دي، صداع اللي هو ارق وقله نوم. يومين 3 الدنيا مشيت، البرشام اخد الجسم اخد عليه، خلاص ما كنتش بحس بيه. دي اول حاجه، دي بس على فكره الاعراض بتاعته ملوش اي اعراض تانية، دي اللي جات لي انا. تعالوا بقى نخش على المميزات. مميزاته بسم الله ما شاء الله، ويشهد ربنا عليا باللي بقوله دوت. بسم الله ما شاء الله. من تاني برشامه بتاخديها، مش هقولك مثلا سد النفس على، لا، هو انت هتاكلي، بس انت هتاكلي ايه بقى؟ هتاكلي هتاكلي، بس مش هتاكلي اكلتك، لا لا لا، هتاكلي ايه؟ هتاخدي معلقه، التانية التالتة اتحداكي لو اخدتيها هتلاقي نفسك خلاص مش قادره تاخديها. فانا ما بقولكيش اللي انت نفسك هتسد، لا. اول حاجه مش هتقدري، يعني مثلا لو بتاخدي طبق رز يعني اخرج بكتير 3 4 معالق، ده عقبال بقى يوم والتاني هيعدوا تلقائي هتلاقي نفسك ملكيش نفس للاكل نهائي. بصوا يا جماعه، انا لو اخدته عشان عايزه اقف على اول السلم. انا مش اقول لكم انا اخدت ده كورس وخلاص مش هاخده تاني، مش عشان وحش، لا. انا عايزاه كان يوقفني على السلم، والحمد لله يا رب، الحمد لله هو وقفني. بمعنى ايه يا جماعه؟ بمعنى ان هو خلاص ما عادش ما كنتش يا رب الحمد لله، ما كنتش بجوع، ما كنتش عايز اكل. عملت الصيام المتقطع، كنت بتعب في موضوع الصيام المتقطع، لا خلاص بقيت اصوم من 8 لحد 3. من 8 لا من 8 لحد 3 لما بقوم من النوم. فانا كنت واخداه كوسيله مساعده. طبعا الحاجات دي كلها من غير دايت مش تمشي عليه، والله ما هيعمل حاجه. لازم الدايت تمشي عليه. انا اللي كان هو بيساعدني فيه كان بيسد نفسي من الدرجه الاولى، اللي هو ممكن تقومي ما تاكليش خلاص، تكتفي بكوبايه النسكافيه وشكرا على كده. اللي هو ممكن تتغدي بس برضه مش هتقدري تاكلي. كنت بعمل قطعه الفرخه جنبها شوربه الخضار، والله ما كنتش باكل شوربه الخضار والله يا جماعه. فده وقفني على السلم خلاص. او تاني حاجه، ممكن ما تنزليش في الميزان كتير، ولمين بسم الله ما شاء الله نزلت في خلال، يعني شوفوا يوم 28، يعني انا بتهيالي دلوقتي بقالي 23 يوم 24 يوم انا نازله في حدود 10 كيلو. عايزه اقول لكم ال10 كيلو دول في الهدوم اكنهم 20 كيلو. كششني، لقيت نفسي كشيت. بناطيلي ما كنتش بلبسها، كنت طبعا لان انا كنت مليت الفتره اللي فاتت، لقيت بناطيلي طلعتها واتقفلت وخرجت بيها اول امبارح حقيقي. فعايزه اقول لكم لو على الميزان انا خاسه 10، في المقاسات 20، لان المقاسات فارق بطريقه بشعه. يعني في المقاسات
رهيب 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 بجد يعني. فانا قلت لا انا هطلع عشان برضو محدش يضحك عليكم، وتعرفوا ايه هي انواع الكبسولات اللي هتجيب نتيجه. وبرضو بقول لكم يا جماعه انا ما بعملش اعلان، انا بعمل ده عن تجربه شخصيه عملتها. انا بنصح اي حد ياخده. انا خلاص فاضل لي 3 4 كبسولات فيه، مش هكرر تاني لان الف حمد والف شكر يا رب انا وقفت على السلم خلاص مش محتاجاه. انا لما لقيته حلو قلت انا هطلع معاكم واقول لكم ايه فعلا المميزات بتاعته وعيوبه. لو الفيديو عجبك ما تنسنيش بقى في اللايك والشير ودعوة حلوة منك، ولو في اي استفسار ابعتيلي خاص وانا هرد عليكم. اشوفكم في فيديو جديد من مطبخ سالي صلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.